يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مريم. النهارده بقى الفيديو مختلف شويه شويتين ثلاثه. ليه بقى؟ عشان الفيديو ان شاء الله النهارده هتكلم فيه شويه عن قصه حياتي ازاي دخلت هندسه، وفي نفس الوقت هو رد على كومنت جالي بنوته ان هي جايبه مجموع ما شاء الله حلو جدا، ولكن للاسف مش هتلحق هندسه بسبب التنسيق. هي عايزه تخش معهد فني صناعي وللاسف اهلها مش موافقين. وعايزه اقول لكم ان الموضوع ده حصل كده في البيت معايا للاسف. لو انتم مهتمين بالموضوع ومهتمين بيه طالبه اقدمه، اشتركوا في القناه والفيديو على طول عشان مش عايزه اطوله عليكم قد ما اقدر، يعني حاولوا اقصر. اول حاجه عايزه اكلمكم فيها ان انا كنت ثانويه عامه علوم. وطبعا اللي في مصر عارفين ان علم علوم مستحيل هيروح هندسه، مستحيل بالورقه والقلم مستحيل يروح هندسه. ولكن انا من يومي هذا انا في هندسه حكومي الحمد لله. طيب عملتها ازاي؟ انا للاسف حظي ما حالفنيش في سنه الثانويه بتاعتي. جبت للاسف مجموع وحش جدا جدا جدا. مش هقول بقى ان انا اتظلمت زي ما بتشوفوا على اليوتيوب والتيك توك والكلام ده. كان في ظلم في السنه بتاعتي للاسف، كان في ظلم، ولكن والله هو خير لينا، هو اكيد لعله خير. ولكن الخير ده بيجي امتى بقى؟ هو جالي متاخر شويتين، ولكن الحمد لله جالي خير. وانا الحمد لله بحب كليتي جدا 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 جدا. فيمكن لو كنت رحت طب وقتها ما كنتش حصلت كده، او كنت دكتوره على طول. فانا جايه اكلمكم في نفس الوقت، عايزاكم برضه تاخدوا، عايزه اعمل القصه بتاعتي ان هو اكيد خير ليكم ان انتوا لو ربنا شايل منكم كليه، وهي مش استخسار فيكم والله ابدا، ولكن ده الخير ليكم. محدش عارف الخير فين، ولكن ربنا عارفه طبعا. خلينا نقول لكم انا عملت ايه في الاول. انا زي ما قلت لكم كنت ثانويه عامه علوم. جبت مجموع وحش علينا، خلاص عدينا كل ده الحمد لله. الحمد لله. وقتها طبعا الدنيا اسودت في وشي. جيت ساعتها عايزه اكتب المعهد الفني الصناعي، محدش كان موافق نهائي في البيت ان انا اكتبه. فكانوا خايفين ان هي تبقى سنتين هدر من حياتي خلاص. جيت اول سنه قضيتها في كليه ما، وانا مش هفتكر اسم الكليه عشان خاطر ما اقللش من الناس اللي بتدرس في المكان ده، تمام؟ كله زي الفل، ولكن انا ما كنتش حابه المجال بتاعي نهائي. فكرت شويه. اول حد قال لي على معهد فني صناعي بصراحه، يعني خدتها ان هي كنكته مين هيروح هندسه، لحد ما عرفت ان انا خريج معهد فني صناعي وفي هندسه برضه مطريه. يعني انتوا متخيلين القدر كان، يعني انا حققت نفس القدر بتاع خالد. ما علينا، بعد ما قلت لكم محدش يجي في البيت، ولكن انا صممت. كان خلاص التنسيق جاي وخلاص. انا رحت اول سنه في الكليه بتاعتي وقضيت اول سنه حلوها وبرها. وعايزه اقول لكم ان انا كنت في السنه دي حرفيا اسوأ سنه عدت عليا في حياتي. السنه الاولى كنت مش متقبله اي حاجه، كنت نفسيتي في الارض. مش عايزه افتكر بجد، يعني كل ما افتكر السنه دي اقول انا ليه كنت عامله نفسي كده. جيت وقتها فخلاص. كانت اول سنه زي ما قلت لكم صعبه جدا 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 عليا، بس الحمد لله لعله خير. هي عدت اول سنه، لكن اول ما السنه الاولى عدت انا عملت قرد عشان احول. اقسم بالله عملت قرد حرفيا. انا بقيت على ماما من جنب وعلى بابا من جنب عشان يوافقوا ان انا احول. بالفعل بيان النجاح طلع، خدت بيان النجاح جري على في مكان كده ورا معهد المطريه، مش فاكره كان مسمينه مركز الحاسب تقريبا، ده بتاع التحويل بتاع المعاهد كده. سالت على النت احول ازاي، اعمل ايه. سبحان الله السنه دي اهلي كانوا موافقين جدا ان انا احول، على عكس السنه اللي فاتت اللي هم كانوا موافقين رفض تام للمعهد. بس السنه دي بقى انا طبعا طول السنه فضلت زن عليهم لا انا مش هكمل، انا خلاص. انا بجد ده كان قراري، ده فعلا خلاص مش هكمل. المهم عدت اول سنه ورحت قدمت في المعهد. للاسف وقتها الست اللي قدمت لي في المعهد قالت لي لا انت بتروحي القسم. طب ليه؟ هاتيني طيب شبرا، هاتيني المطريه، هاتيني في اي حته. هي قالت لي مش هتروحي القسم. والله ده اللي حصل. هروح ازاي؟ طلعت ساعتها لبابا، لقيت تخيلي لوحدي جوه. طلعت لبابا وقتها بتقول لي هتروحي القسم، قال لي عادي روحي القسم ما فيهاش مشكله وبتاع، بس مش هتقولي عايزه سكن. قلت له مش هقول عايزه سكن. بالفعل فضلت اول شهر انا رايحه جايه مرمطه على قسم من القاهره للقسم، من القسم للقاهره. بصحى الصبح بدري وبنزل واطلع وكان على قلبي زي العسل، على قلبي مراوح حرفيا. مع ان كان المشوار لوحده صعب. ذاكرت في الاول كده، طبعا كانت الدنيا ملخبطه معايا قوي، لحد ما الصبح حد قال لي انت ممكن تحضري في المطريه وتاخدي اعمال السنه بتاعتك من المطريه، وبعدها تحضري امتحاناتك بس في القسم. عملت كده والحمد لله اول سنه عدت بسلام. وحضرت بعدها في المطريه، حولت المطريه تاني. انا كنت قسم ايه في المطريه؟ كنت قسم مدني.
وفي شويه اقسام كده في المعاهد، الاقسام دي اكتر اقسام ممكن تطلع منها الهندسه. زي عندك مدني، عندك يعني لو لقيت عماره في اي قسم ايه تتطور ده بجد والله، مش عشان انا عماره في هندسه وكده، لا هو بجد عماره في الصنايع للاسف ما بيجيبوش مجانين، يعني بقى عندهم مشاريع كتيره ووقت قليل، اعمل سنه اكتر، فللاسف في معظمهم ما بيجيبوش مجانين. فانت لو انت خلاص ناوي تخش معهد فني صناعي فلا، يعني حاول تبعد عن عماره، ولكن عماره كويس في حاجه قلت لك دلوقتي ان عماره ومدني القسمين الوحيدين اللي ليهم فنون جميله عماره. فاذا لو انت عرفت تروح هندسه ممكن تخش فنون جميله عماره. طيب عندك قسم تاني اسمه قسم حاسبات، قسم حاسبات ده برضه بيودي هندسه وبيودي حاسبات ومعلومات على حسب اللي انا سمعته. طيب خلاص خلصت القسمين دول، عندك قسم تالت، عندك في شبرا اقسام شبرا بتودي فنون تطبيقيه، فنون تطبيقيه حلوه جدا يعني بتاخد من مجموع قليل قوي في المعهد. وعندك هندسه في شبرا برضه، لان اقسام شبرا اكتر ملابس شبابه ومش عارفه تقريبا ملابس ونسيج وايه، مش عارفه اقسام شبرا قوي، بس انا كنت ساعتها سالوني. هي دي بس، يعني حاول تركز قوي في الاقسام دي، لان الاقسام دي لو لا قدر الله ما لحقتش هندسه تقدر تلحق فنون جميله، تقدر تلحق فنون تطبيقيه، تقدر تلحق حاسبات ومعلومات، فما تبقاش محصور بس في فنون هندسه. على عكس بقى قسم سيارات، بلاش تخش رسالة ان هو صعب اولا، وثانيا ما بتلحقش منه الا هندسه فقط، والمجاميع بتاعتهم بتبقى قليله برضه، نفس الحوار ده تشغيل وتشكيل. فلكن والله لو ربنا حطك بقى في قسم من دول، ولكن يعني لو ربنا حطك اجباري في قسم من دول، ولكن انت كثانويه عامه مالكش حاجه اجباريه، على عكس بتاع صنايع لازم يخش القسم اللي كان فيه في المدرسه الصناعيه بتاعته. فانت لا، انت ثانوي عادي، انت كل الاقسام مفتوحه لك، فانت بتحاول تركز قوي على مدني وعماره، ولو رحت شبرا تركز على صباغه كويس قوي لان مش محتاج صباغه كويس. ولو رحت بقى اي حته عندك حاسبات، قسم حاسبات، الاقسام دي بتودي على كليتين بدل هندسه بس، بتودي لا هندسه اصلا فنون جميله، هندسه وفنون تطبيقيه، هندسه وحاسبات ومعلومات، فتركز على الاقسام دي كويس. تمام. طب المعهد بقى نظامه ايه؟ المعهد عباره عن سنتين، اول سنه مطلوب منك فقط انك تنجح، تاني سنه هتشد حيلك، والله اقل من ثانويه بكتير شدت حيل، ان انت تقدر تجيب مجموع، تقدر تجيب مجموع كمان وتقدر تقفل. يعني انا اصلا للاسف السنه بتاعتنا اتشال مننا 2% اجباري اعمال سنه، لو ال 2% دول كنت خدتهم لانهم بعد كده السنه اللي بعدنا كنت جايب زمان دلوقتي جايبه 99.30، انا كنت جايبه 97.30. انا كنت مقفله كل المواد اللي كنت مقفلاها، كنت ناقصه درجه في ايه درجه في ايه، كان اجباري درجتين في كل ماده ينقصوا. دي كانت دفعه 2024 و2023 كان اجباري 2% يتشال، وحصل للاسف يعني شويه لبس كده في التنسيق وقتها، فاضطروا يرجعوا 2% بعد كده. فدلوقتي في ناس حرفيا بتجيب 100%، لكن السنتين اللي هو كانت السنه بتاعته والسنه اللي قبلها ما كانش حد يعرف يجيب 100%، لان كان في 2% اجباري بيتشالوا على السنه، فما حدش ينفع يعني، لكن بعد كده ينفع يعني كده عادي. مع زي ما قلت لكم خلاص تاني سنه زي ما قلت لكم منكم بس تجيبوا مجموع، وحاولوا على قد تقدروا ما تجيبوش عن 98%. تمام. تنسيق هندسه السنه بتاعتنا للاسف كان ساعتها عالي قوي، وكانوا الناس بتقول ان هو شايل لنا 2%. احنا بننسق على حسب ايه؟ على حسب ثانوي ثانويه 5 سنين ومعهد فني صناعي، فالاثنين نفس التنسيق، الاثنين هندسه سنه، ولكن وقت السنه بتاعتنا تقريبا نسيوا ان هم شالوا منها 2%، فللاسف هيعملوا التنسيق قوي وقتها. في كل حاجه فيها ممكن يحصل دروب، ممكن يحصل تاتش، ممكن يحصل اي حاجه، عشان ربنا اصلا ممكن يكون ما كانش كاتب لك الكليه دي من الاساس. حاولوا تاخدوا كورسات مع دكاتره المعهد. طيب ليه؟ عشان خاطر انتوا اصلا اعمال السنه بتاعتكم في ايديهم، حرفيا مش هتنجح ان انت تاخد كورسات. والله كويس، مش زي ما الناس بتحكي عنه ان هو وحش، في ناس للاسف ما فيش، ولكن انتوا لا، حاولوا تصاحبوا الناس اللي تساعدكم على المذاكره. احنا الحمد لله كنا تيم كده كلنا متعاونين سوا ونذاكر سوا، اللي وقع منها حاجه بتقعد تفهمها للثانيه، الكلام ده. فالحمد لله كانت الدنيا الحمد لله سلسه معانا الى حد ما. عايزه اقول لكم يمكن احسن ناس هتقابلوهم هم الناس اللي هتقابلوهم في المعهد وقتها، حقيقي الناس دي هي اللي مكمله العائله لغايه دلوقتي، بنتكلم لسه سوا لغايه دلوقتي الحمد لله كده. فيمكن لو ما كنتش رحت ساعتها السنه دي في المعهد ما كانش هيبقى ليا اصحاب، ما كنتش هعرف هندسه يعني. بصوا كان في حاجه كتير مش هتعرفوها في حياتكم، ما كنتش هعرف اعتمد على نفسي، اعرف ان ممكن يبقى في فرصه ثانيه وما ينفعش اضيعها، طبعا هي دي كانت الفرصه الثانيه، والفرصه الثانيه حرفيا لازم يعني تستخدموها بكل الطرق اللي عندكم، لازم يعني.
زي ما قلت لكم تاخدوا كورسات وتدفعوا، لان بصراحه من الاخر مش هتدفع مش هتعدي، هتعدي خلاص من المجموع. فيعتبر هيقسمك اعمال السنه بين كورسات والباقي بقى امتحانات. دي بقى انت بقى انت وشطارتك، انت شاطر هتخش تجيب وهتقفل. الناس اللي جايبين 100% دفعوا كورسات خدوا اعمال السنه كامله، ف قفلوا ما شاء الله عليكم في الفاينل، وسهل انك تقفل. طيب هقفل ازاي بقى؟ هقول لكم بقى دلوقتي. انت هتجيب، بيبقى فيه في المكاتب اللي جنب المعهد بيبقى فيه ملازم. الملازم دي تجيبها، مش ملازم شرح، ملازم امتحانات السنين السابقه. انا حرفيا اول ما خلصت المنهج كنت، يعني كمان قبل ما اخلص المنهج كنت معايا الملزمه بتاعت الامتحانات، اشتريتها من اول شهر رحت فيه المعهد، سواء اولى او ثانيه. في اول شهر خلصت مثلا حاجه بسيطه، الحاجات اللي انا خدتها لو لقيت سؤال فيها في الملزمه اطلعه على جنب في الكراسه واحله، بقى كده اصبح حليته مره. جيت بعد كده عايزه اراجع عشان مثلا عملوني ميد رحت حليته كده تاني مره، كان السؤال ثابت اكتر. طيب جيت بقى في الفاينل خدته وخلصت. كنت قبل ما يبتدي الفاينل لو خلصت اي ماده كنت بقعد احل امتحاناتها كلها واروح اوريها للباشمهندسه وهي تصحح معايا. فاذا كده حليته 3 مرات غير الفاينل. الفاينل بقى حليته المره الرابعه، كنت اقعد بقى على الماده ابص على بصه سريعه ملخصه قوانينها ومرتبه خطوات الحل. على فكره المسائل بترتب خطوات الحل فيها وهتعرفوا تعملوها، غير ثانويه عامه تماما. عارفين نظام ثالثه اعدادي اللي هو احفظ الكتاب هيجي لك الامتحان؟ هو كان بس النظام ده بالظبط. حفظت بقى القوانين، كل حاجه، دخلت الامتحان انا عارفه انا هعمل ايه بالظبط. حليت واحده واحده، قبلها بيوم كنت بحلل الامتحانات كلها بتاعت الماده. دخلت الامتحان، نص الامتحان بيكون جاي من البتاع، سؤال بس يكون مختلف بس نفس طريقه الحل بس حرفيا. فعلى قد ما تقدروا تحلوا امتحانات السنين السابقه، هي دي اللي هتخليكم تعدوا من الماده 100%. والله العظيم انا اصلا لو كنت خدت ال 2% كنت هكون جايبه 99.30، فخلينا نقول 199 عادي جدا. انا اصلا لغايه دلوقتي معتبرها 199. هو مش انا 2%، انا حاطه ال 2% عادي. بس كده، دي كل حاجه كنت عايزه اقولها لكم. ولو افتكرت حاجه اكتبها لكم في الكومنت عشان انا عماله افتكر حاجات كده طلاتيش. اتمنى الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه واكتبوا الكومنتات عشان هرد عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي. وهحاول افصل لكم كل حاجه. عايزين تعرفوا عن المعهد، عايزين تعرفوا عن الكليه، عايزين تعرفوا اي حاجه في الدنيا اكتبوا. الرساله اللي عايزه اوصلها لكم ان انتوا تبقوا في المكان اللي ربنا كتبه لكم. تحاولوا على قد ما تقدروا تكونوا عندكم يقين بالله ان ربنا فعلا هيكرمكم في يوم من الايام. حاولوا دايما 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 تحاولوا تقربوا من ربنا. انا السنه الاولى كانت بالنسبه لي زي ما قلت لكم صعبه قوي، عشان خاطر كنت حرفيا السنه دي عدت عليا وحشه. للاسف وقتها بعدت عن ربنا، كنتش متقبله اي حاجه، ما كنتش عارفه اتاقلم مع حياتي. وعارفين بقى ان انا عشان ما رضيتش حرفيا الدنيا بقت عامله كده عليا، انا كنت متطبقه وسط الدنيا كده. والله لما ربنا بقى راح فرجها عليا قلت لا يعني الحمد لله. لما رجعت ربنا وقلت طب خلاص انا ان شاء الله راضيه، لقيت اهلي في البيت وافقوا على موضوع المعهد، لقيت نفسي الدنيا متيسره، السنتين عدوا هوا. فجاه لقيت نفسي بتكلم في التليفون بسمع النتيجه بتاعتي، انا طرت من الفرحه. وقت النتيجه بتاعتي انا كنت في اللي هي وقت بقى ان انا خلاص رسمي رحت هندسه. انا كنت حرفيا مش قادره اصدق نفسي، انا اخيرا بجد. لان انا كنت شايفه نفسي انا خساره في المكان اللي انا رحته ده. مش عشان والله الكليه وحشه برضه، كانت هقول لكم مش عايزه اقلل من المكان اللي كنت فيه، ولكن انا ما كنتش راضيه. انا عارفه ان انا استاهل احسن من كده. كل واحد يبقى عارف امكانياته، عارف هو ايه، عارف هو حصل شويه ضربات في حياته وصلوه كده. فالحمد لله من يوم هنا رحمه ربنا وشكر ربنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانا حكيت لكم حكايه باختصار مفيد قوي. اتمنى الفيديو عجبكم، ولو عجبكم تشتركوا في القناه. والسلام عليكم، باي.